صباح الخير يا صباح الطاقة الإيجابية، يا صباح يوم جديد نعمل فيه السمك الصابح، السمك الطازة بطريقة حلوة وجميلة ومقرمشة. مفيش بعد كده. نعمل بقى السمك، هنجيب السمك بتاعنا بقى ونعمل له التتبيلة بتاعته. التتبيلة عبارة عن توم وملح وفلفل وكمون وشطة وخل وليمون. بس انا ما ظهرتش معاه وانا بحشي السمك في الفيديو. هي دي التتبيلة بتاعتنا بتاعت السمك، سهلة خالص وما فيهاش حاجة. وطبعا التتبيله بتاعتنا كلنا عارفينها ازاي. ونجيب الدقيق بتاعنا ونغلي فيه السمك بتاعنا. دقيق بس، لا هنجيب عليه نشا ولا هنجيب عليه اي اضافات، هو دقيق وبس. تجيبي الدقيق وتغلفي بيه السمك بتاعك من الجهتين الاتنين، ولازم تغلفيه كويس وبعدين تنفضيه كويس بعد ما تغلفيه. ونشوف ايه السر اللي هيخليه دايما مقرمش. هتجيبي السمكه وتنزلي فيها بطبق ميه، بس ميه من الحنفيه مفيهاش اي حاجه. بس اللي اول مره تشوفي القناه بتاعتي تعمل اشتراك للقناه وتعمل لايك للفيديو. ونجيب السمكه اللي بعدها ونغلفها برضو بالدقيق وننزل بيها في الميه. وهو دوت الغلاف اللي بيقعد يومين اتنين في التلاجة مقرمش وبنفس القرمشه بتاعته. مهما تحطيه يومين في التلاجة. دي الطريقه اللي مهما تدوري في القنوات التانية عمرك ما هتلاقي الطريقه دي. جربيها ومش هتخسري حاجه. قولي في الكومنتات اذا كانت عجبتك ولا لا. وبرضه ممكن تديني رأي من عندك لو انت رأيي مش عاجبك. برضه احنا ناخد من بعض آراء، انت تاخدي مني رأي وناخد منك رأي. وده السمك بتاعنا ما شاء الله، سمك جميل ومقرمش، حتى شكله يفتح النفس كده. ومعاه رز الصيادية وسلطة والترش بتاعنا، ووجبة كاملة متكاملة ما شاء الله. ما تاخدش منك وقت، في ثواني في ثواني بتخلصي وانت واقفة على البوتاجاز. لا بتاخد وقت ولا بتاخد حاجة. وفي الاخر النتيجة هايلة 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 ما شاء الله، حاجة كده تفتح النفس. شوفي السمك جميل ازاي، جميل ومقرمش. ولو جربتيه هيعجبك قوي قوي ان شاء الله. ولما يعجبك الفيديو ان شاء الله لازم تعملي لايك عشان تدعميني. واللي ما اشتركتش في القناه تعمل متابعه للقناه بتاعتي علشان تدعمني وعشان يجيلك في كل فيديوهات جديده. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد في اكله جديده ويعجبكم ان شاء الله.